هلو يا حلوين. تورتة النهاردة تورتة فرح، كانت كلها فيك. ايه ده وعادي بتقولي لنا كده انها فيك؟ الدور اللي تحت شلت منه جزء، حطيت فيه كيك علشان ده كان طلب العريس والعروسة ان هما يقطعوا وياكلوا بعض منها. يا جماعه ما تهزروش، يعني كل تورت الافراح اللي بتبقى ادوار كتير دي طلعت كلها فيك مش حقيقيه؟ كلها فوم من جوه كده؟ ما والله العظيم، اقسم بالله العظيم، والله اول مره اعرف المعلومه دي. جبت الدور اللي تحت على البورد وبدات املى الفراغات بعجينه سكر عشان يبقى شكلها مظبوط، وحطيت تقل عليها علشان تثبت كويس، وبعدها غطيتها بعجينه السكر دي. طبعا كانت لازم تدخل التلاجة. الثلاث ادوار دول بقى كانوا كلهم فيك، خلاص مفهومه، يعني هيبقوا كلهم ايه؟ كلهم فيك، كلهم مش حقيقيين. الثلاث ادوار دول بقى كانوا كلهم فيك، فكنت سايباها بره واشتغلت عليهم من بدري قبل المناسبه بفتره حلوه. كشكشت عجينه السكر كده وحطيتها بالطريقه اللي انتوا شايفينها، وحطيت سبرينكلز لولي معاهم. يوم التسليم بقى ثبت كويس الادوار في بعض، ثبتهم كويس جدا، وبدات اشتغل على الدور اللي تحت لانه فيك. الدور اللي تحت كمان فيك، والدور اللي فوق فيك، واللي في النص فيك. واقعد اقول يا ربي التورته دي بالفانيليا ولا بالشوكولاته، تطلع في الاخر فوم اصلا. كان في التلاجة وما كانش ينفع اشتغل عليه غير لما تتركب. مش عايزه اقول لكم انا كنت مبسوطه ازاي وانا شغاله في الكيك دي، خصوصا بعد ما خلصت. لا ده غير بقى ان انت كده مش مضطره تحطيها في التلاجة. يعني انت مثلا الدور اللي تحت ده اللي فيه حته بس سلايس كده، ده اللي المفروض يتحط في التلاجة، لكن كل التورته دي مش هتتحط في التلاجة بقى. شكل الكيك بعد ما خلصت شايفين قد ايه بسيطه ورقيقه. انا مصدومه صدمه عمري، انا مش مصدقه ان كل تورت افراح عيال، ايه ده افراح العيله، هل كلها كانت برضو كده بلاستيك؟ وانا اللي بقعد اقول بيودوا التورته دي فين، بيودوا التورته. هي فعلا حلها تبقى بلاستيك بجد، فوم بتاع، يعني اللي هو ما يصحش تبقى كل دي تورته. انا مع الرأي ده. قولولي ايه رأيكم في الكومنتس. لو عايزه رأيي الحقيقي، انا والله العظيم 3 متابعه الاكونت بتاعك، بتعملي حاجات حلوه قوي. التورته شكلها فظيع، برافو على الافكار اللي بتعمليها، والتورته اللي لونها ابيض دي كانت خطيره، حلوه قوي. هلو يا حلوين. تورته النهارده تورته عيد ميلاد بنوتي. اولا كل سنه وهي طيبه، وربنا يخليها لك يا رب، وتعيشي كده وتفرحيها. جت قالت لي يا مامي عايزه اعمل عيد ميلادي في النادي مع اصحابي، وقلت لها مفيش مشكله نعمله. قالت لي الكيك بقى هتعمليها لي دورين ولا 3؟ قلت لها نعم، دورين ولا 3. طبعا حقها، يعني هي تبقى شايفه مامتها قاعده بتعمل للعرايس والعرسان ولكل الناس تورت دورين و3 و4، وهي لا، حرام عليكي. قالت لي مش اقل من كده، عشان تعمليها لي النوعين، الفانيليا والشوكولاته، اللي ما بيحبش ده ياكل ده. قلت لها ماشي، اختاري الديزاين اللي انت عايزاه وريهولي. اختارته وجت وريتهولي. اول ما شفته قلت لها ليه يا حبيبتي كده، دي تورته خطوبه مش تورته بنوته عندها 12 سنه. قالت لي دي اكتر واحده عجبتني ودي اللي انا عايزاها. اضطريت تحت تهديد السلاح ان انا اعملها لها. هو الكيك بياخد معاكي وقت قد ايه؟ زي ما انتوا شايفين بالظبط، خبز، حشو، جناش، فينش، ما بيكملش نص ساعه. شوفوا تفاصيل الكيك، وكل سنه وانتي طيبه يا منى.